اتفضل. نحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا يا شيخ مصطفى متزوج، ولدي بنتين عائشه ومريم، وزوجتي للاسف ربنا يهديها يعني فيها نوع من العند والصوت العالي اسكت، وانت فيك ايه برضه؟ يعني انت هتغتاب زوجتك امامنا ليه وتشهر بقى على العالم كله؟ وانت فيك ايه انت ايضا؟ زوجتك الصوت العالي والعند يعني. بعدين ايه؟ وبعدين انا حاولت الاصلاح اكثر من مره، حتى انا يعني قلت لها لو انت مش راغبه في العيشه انا صرحك واديك حقوقك الشرعيه. قالت لك ايه؟ سكتت ما اتكلمتش. طيبه مؤدبه. وشكيت لاهلها، بس هي عشان في نوع من يعني وحيده شويه. بس خلينا بقى كده كويسين يعني. لن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ماذا؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. ممكن واحدة مثلا نظيفة وطبخها جيد، ولكن لسانها حاد والعياذ بالله. هاي لسان الحد يتحمل، بقى مدينة وبتصلي وحلوة ومتعفاك، ماشي الأمور. لكن إذا غلب شرها خيرها حينئذ ننصح بنصيحة أخرى. بارك الله فيك. طيب أنا أبحث عن زوجة يا شيخ مصطفى، لو ممكن إن شاء الله. الأمور ميسرة، زوجة ثانية. حاجة تتزوج زوجة ثانية، تتزوج زوجة ثالثة، دي مالهاش صلة بالأولى الآن. دي شيء أباحه والله. إن كنت ستستطيع العدل ومعك فلوس زوج، ما عندك ما تستطيع العدل، لا تستطيع العدل، لا تقدم، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ان شاء الله العدل، ان شاء الله نستطيع العدل يعني انت اغتبت زوجتك امامنا وتكلمت فيها على رؤوس الاشهاد، وعايز تاخذ مني كمان فتوى تروح تزوج عليها. انت خربت الدنيا خالص. لا انا عايز زوجه اختي، يعني لو حد من طرف حضرتك تعرفه ان شاء الله مش هنكلفها شيء. انا مش انت عامل ايه في زوجتك الاول؟ يمكن تكون مطلع روحها زي ما بقولوا، وتيجي تطلع روح الثانيه، بنشوف الدنيا شكلها ايه. لا ابشر يا شيخ، ابشر ان شاء الله تجد ما يسرك. سيدنا سرني. الله يوفقنا واياكم يا رب. السلام عليكم. بعد كده الله يحفظك، لما تحب تتكلم عن زوجتك تكلم في الهاتف الخاص بدل ما تشهر بالناس. الله يبارك فيك. انا طيب اتحدث مع مين يا شيخ مصطفى؟ مع مين؟ لا انت لي الأول من أنت؟ ومن أي البلاد؟ وماذا تصنع؟ وماذا تشتغل؟ أنا معاك حضرتك، أنا دكتور جامعي أحمد. طب أنت هتفتش سر نفسك يا حمادة. ما أنا خلاص بقى مش هقول أكتر من كده، لو قلت أكتر من كده هتعرف إن شاء الله، بس مفيش أكتر من كده. ماشي يا عم أحمد. الله يبارك فيك يا شيخ. ماشي يا عم أحمد، الله يبارك فيكم. أتواصل مع مين لو في رقم؟ ما هو اللي أنا هقول لك اتواصل معاه، زوجتك هترفع لي قضية. لا ان شاء الله، ان شاء الله. لا هي طيبة، إذا مش هترفع قضية تكون طيبة. ماشي. السلام عليكم يا أحمد. الله المستعان.